السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. قبل ما أبدأ الفيديو أحب أشكر كل من دعمني بلايك والاشتراك وكومنت جميل كده من عنده. يا رب يجازي خير، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. وفضلا وليس أمرا ادعموني بالاشتراك وتفعيل الجرس وباللايك، وما تنسونيش بالتعليقات. ربنا يصلح حالكم وأحوالنا جميعا يا رب العالمين. النهاردة عامل معاكم الغدا فراخ محشية بالرز. طبعا لو عاوزة حشوة الفريك أو الرز حسب الأكل اللي انت عاوزة تعمليه. معايا هنا كنت جايبة فرختين. الفرخة هنا بتاع 1.5 كيلو، يعني مش كبيرة عشان الحشو. دي فراخ بيضة. طبعا أنا هنا سويت الرز. أنا عاملة هنا الرز بالبصل ومسوياه بالسمنة. فلو حابين ان انتوا تضيفوا، يعني مثلا عندي هنا الفراخ البيضة ما بتاخدش سوا، فانا هنا عملت الرز سويته علشان ما يبقاش قلبه ني. ده غير طبعا الحمام، غير حشوة الفراخ اللي هي البلدي. ده يختلف بالسوا عن كل حاجة والتانية، او كل نوع والتاني. هنا انا طبعا خيطتها بالابرة والخيط عشان اضمن ان مفيش حاجة تخرج من الفرخة. اذا كان بقى حمام او سمين او فراخ بالشكل دوت، او اي حشوة تحشويها، فلازم ان انت تقفلها كويس، حتى عشان بس تضمني الشوربة تكون كويسة صافية، وبنفس الوقت ما تخرجش منها حاجة. هنا انا كنت حاطة المية على البوتاجاز غليت، وحطيت لها ورق لوري وفلفل اسمر وملح. ولو حابة ان انت تضيفي مكعب ماجي مفيش اي مشاكل، بيدي طعم الشوربة احسن. ما عندكيش خلاص. انا هنا ضفت الفرختين بالشكل دوت، وبسيبها بقى هنا تستوي براحتها. واروح على الجنب التاني. طبعا انا كنت مخزنه فاصوليا معاكم، فطبعا انا عندي هنا خضار فقلت لها بالشكل دوت. البصل، وحطيت لها الطماطم، بحط لها بقى هنا التوابل. وبعد كده بجيب الفاصوليا او الخضار اللي انا عاوزه اعمله. هنا حطيته بعد ما الطماطم اتسبكت. انا كنت لسه هنا حطاها لكانش لسه استوت. بسيبها برضو هنا برضو تستوي براحتها. واروح بقى اعمل معاكم بقى هنا شويه رز. طبعا الاكله دي اصلا ما خدتش مني وقت كتير، مع انها يعني تنفع لعزومه او تنفع لعشاء. هنا بقى حمرت زي ما انتم شايفين كده الشعريه، وضفت له الرز. بقلب بقى الرز كده مع دقيقه عقبال بس من الميه ما في اللي فيه تنشف، عشان ما يبقاش ملتوت بالشكل دوت. وبعد كده بسقيه. طبعا الفراخ ديت لما بجيبها على طول، اللي هي قد 1.5 كيلو، فبجيبها بحب بقى ان انا احشيها بالحشوة دي، او ممكن ان انت تحشيها ورق العنب، يعني محشي ورق عنب، وتطيبيها بقلب الحلة مع المحشي، بيبقى طعمها جميل جدا. ان شاء الله هجربها معاكم. هنا كان خلاص الرز السقى واستوى معاه بالشكل ده. وكان عندي على الجنب التاني طبعا الفراخ استوت بالشكل دوت. هنا كنت عاوزة بقى اقليه، يعني عشان ما ياخدوش وقت في القلي، يعني بيتحمر على طول. حمرهم بالزيت. ولو حابين ان انتوا تحطوا لها صلصة وتحطوها بالفرن، برضو بيبقى حلو مع التحمير. هنا كان في المخلل ده، وبيبقى جميل جدا، وعلى طول بيبقى موجود عندك في البيت. بيشجع الصراحة مع اي وجبة او اي اكلة، بيبقى حلو. هنا كانت الفراخ خلاص جهزت معايا وحمرت اهو بالشكل دوت، والفاصوليا كانت استوت، والرز. ويا رب يكون الاكل عجبكم، وما تنسوش بس صلوا على الرسول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.